السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ اسمعوا الزنابيل هؤلاء التافهين ماذا يقولوا عن القرآن وعن الفاروق. يقول لك القرآن ما هو بس ناقص، عمر بن الخطاب إنه عمى، ويتكلم عن الفاروق بعض الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها عمر بن الخطاب كأخطاء، وما نتج عن هذا الخطأ من تداعيات خطيرة ترتب على مثل هذا الإجراء أن تسبب في ضلال الأمة إلى يوم القيامة. هذا هو المفهوم أيها الإخوة للرواية. ثانيا، اتكى على موقف الخليفة الصحابي عمر الذي وضع معاوية بن أبي سفيان حاكما على الشام، ومعاوية كان يحمل الروح الجاهلية. معاوية ولا يزيد وحول الإسلام إلى قيصرية، ولا يزيد ذلك المعروف بظلمه ورجسه وشربه للخمور. وبعدها بني أمية استعادوا دولتهم وعادوا الجاهلية بقشرة الإسلام، وصعد حكام على رقاب المسلمين بيسبحوا على الخمر ومعهم الغانيات والراقصات والعاهرات، وأصبحت فتوحاتهم لمجرد الحصول على النساء الغانيات والحصول على الأموال، وانحرفوا بالإسلام انحراف كبير جدا بني أمية أيها الإخوة. صح الأنبياء فلا يبالغوا في موضوع أن الصحابة ما بيغلطوش ولا بيخطئوا هفوات كبير ينتج عنها تداعيات كبيرة أيها الإخوة. البخاري أيضا ذكر عن الصحابي الخليفة عمر بن الخطاب بأنه هرب في معركة حنين، أنه هزم مع المنهزمين. المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص وإنما طلع عمى. نجد الظالمين يستفيدون من القرآن في ظلمهم للناس، نجد المجرمين يستفيدون من القرآن في إجرامهم، نجد المفسدين يستفيدون من القرآن في فسادهم، بل وصلت المسألة إلى أن يقدم الله من خلال كتابه أسوأ من الشيطان. سمعتوا ماذا يقول هذا التافه ابن المتعة المنحط؟ يقول لك ان القرآن ما هو ما بالله عمى بس، ما هو ما بالله ناقص، يعني وفوق هذا عمى. ليش؟ قال انه استخدموه المجرمين في اجرامهم والظالمين في ظلمهم. ولا ليش ما ارتبط بعبد الحوثي وبحسين الحوثي قرناء القرآن؟ التافهين قرآن أولى التافهين، أقسم بالله إنها جريمة. هذا التافه هذا قرين قرآن إنه ما استخدموه الظالمين بظلمهم، ويقول لك إنها يعني إن الله يقدم عند أهل السنة كشيطان. هو يعني أهل السنة عند من الآخرين؟ لا إحنا. يعني ليش ما يقدمها عبد الحوثي وحسين الحوثي الزبالة الذي يقول لهم قرناء؟ تعالى الله عما يصفون. هؤلاء التافهين الزبالة أقسم بالله إنه يتكلم في أعمالهم الوسخة وأعمالهم النجسة وأعمالهم وأهدافهم اللعينة، الذي استغلوا القرآن في خباثتهم والطعن في أو تدمير الإسلام وهتك عرض المسلمين. لا تنسوا ما تشاركوا المقطع وتضعوا له لايك كي نفضح هذا الشرذمة الزبالة التافهة. قبحهم الله وشكرا.